يلي عم بصير مع فينيسيوس حاليا مو طبيعي ابدا. واذا بتكون مفكر انه طبيعي فصدقني بتكون كتير غلطان. اي شيء عم يعمله فينيسيوس حاليا عم بيتم تضخيمه بشكل مبالغ فيه. طبعا هذا الشيء في إلهم غاية معينة فيه، ما عم بصير الموضوع عن عبث ابدا. خلينا نحكي بس على اخر موضوع صار بين لوكا مودريتش وبين فينيسيوس جونيور. كلكم لاحظتوا انه الموضوع تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه. يلي صار بين فينيسيوس وبين لوكا مودريتش طبيعي جدا وبصير بين اي لاعبين، والموضوع عن جد تم تضخيمه. واللي صار بارضيه الملعب غير اللي وصلت لنا اياه وسائل الاعلام تماما. انا بحكم متابعتي لكره القدم من عده سنوات وبحكم متابعتي للاخبار بشكل يومي، صرت اعرف لما لاعب محدد بيتم استهدافه بهي الطريقه ليش ومشان شو بيستهدفوه. طبعا العلم عند رب العالمين. انا بالنسبه لي فينيسيوس جونيور صار حاطط رجله ونص برا ريال مدريد، يعني فينيسيوس ما راح يستمر مع ريال مدريد. واللي عم بصير من تضخيم امور هو تماما هدفه انه فينيسيوس يطلع من ريال مدريد. ما راح احكي كثير بهذا الموضوع، لكن خذوها مني، اذا ريال مدريد بيخسر قدام اتلتيكو مدريد او بيخسر قدام السيتي وبيطلع من دوري الابطال، راح يرجع موضوع فينيسيوس جونيور ويتصدر عناوين الصحف. فينيسيوس طالع، فينيسيوس ما راح يبقى. عرض سعودي ضخم، عرض سعودي جبار، فلذلك عم بيتم استهداف فينيسيوس. وممكن يكون هذا الشيء بسبب اداره ريال مدريد. لا تستبعدوا هاي النقطه ابدا. اوعك تنسى اللايك والفولو يا كبير، وعلى مدريد ولاك.